اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ابسطها لك. النهارده حلقه عن التنميه البشريه. لما بنسمع لفظ التنميه البشريه بيجي في دماغنا ان هو مجرد كلام حماسي مش اكتر، وفي ناس تانية شايفه ان التنميه البشريه مهمه عشان الانسان يفهم قدراته. هنتكلم النهارده عن التنميه البشريه وما تقلقش اوعدك هبسطها. اهلا بيكم مره تانية. حابب ارحب بضيفي الدكتور احمد ابو المجد، خبير المقاييس التربويه والارشاد التربوي ودكتوراه الفلسفه في التربيه من جامعه قناه السويس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. سعيد بوجودي معاك والله. ربنا يخليك، انا اسعد. الله يحفظك. دكتور احمد، التنميه البشريه لفظ لما بيتقال الناس بتسمع او بتشوفه على انه مجرد كلام انشا، كلام حماسي، ملوش اي علاقه بالواقع. مجرد ما الانسان بيسمعه بيتحول لبالونه كبيره، واول ما بيطلع بره للواقع البالونه دي بتفرقع. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي التنميه البشريه؟ ببساطه وباختصار شديد جدا، التنميه البشريه 5 كلمات: دعم قدرات الفرد، التعليم والتدريب. يعني ايه ببساطه شديده؟ حضرتك عندك قدرات، وكل الناس الله سبحانه وتعالى خلقها بقدرات مختلفه. القدرات المختلفه دي بتبقى محتاجه نعمل لها تنميه. وجودنا دلوقتي مع بعض احنا بنعمل تنميه بشريه. المعلم جوه الفصل بيعمل تنميه بشريه. الطبيب في الجامعه اللي بيدرس فيها بيعمل تنميه بشريه. الاعلامي اللي بيتكلم في موضوع وبيعلم الناس بيعمل تنميه بشريه. كل الناس اللي بتعلم هي بتعمل تنميه بشريه. اي حد بيحضر اي برنامج او بينمي في قدراته في اي مجال من المجالات ده اسمه تنميه بشريه. يبقى التنميه البشريه باختصار 5 كلمات: دعم قدرات الفرد بالتعليم والتدريب. بس باختصار يعني. باختصار شديد. طيب السؤال بقى، احنا لما بنعمل تنميه بشريه بنعملها فين؟ ايه الجوانب الاساسيه اللي بنعمل فيها تنميه؟ وليه الناس معتقده دايما ان التنميه البشريه هي تحفيز وبس؟ يعني نفضل طول الوقت نحفز في الناس، تسمع اغاني قويه وانت تقدر، وانت جامد وانت حلو وانت وفي الاخر يطلع الواقع ماليش الكلام كده. صعب جدا. ده جزء منها، ده بيسموه الجزء الشخصي يعني. انما في عندنا 5 جوانب اساسيين مهمين، ودي كانت رساله الدكتوراه الحقيقه في ده تحديدا يعني. بس انا عايز اقول لحضرتك ان هو الجانب المنتشر عند الناس او الغالبيه الاكثر انتشارا يعني. بالظبط، يعني ان هو مجرد، لان انا برضو انا عايز اقول لك انا واحد من الناس خدت قبل كده الدورات دي، وكان في كلام يعني اللي هو بص في عين اللي قدامك، انت تقدر تعمل مش عارف مين، واجهه بالحقيقه قول له ما اعرفش. فتيجي تلاقي في الواقع في اللي قدامك بيتعامل معاك بطريقه غير اللي اتقالت لك. فانت بتحس ان ايه ده، هو المشكله في ايه ولا المشكله في الناس ولا المشكله في والله بص، يعني هي بتفرق من حد لحد بيتكلم في الموضوع يعني. يمكن عشان كده احنا قصدنا، ربنا وفق سبحانه وتعالى في اني اصل للموضوع، في ان يكون في رساله دكتوراه حقيقيه موجوده في التنميه البشريه. وبفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت اول رساله دكتوراه في مصر والوطن العربي بتتكلم في ده، في الموضوع في التنميه البشريه تحديدا يعني. عشان يبقى عندنا مبادئ واسس احنا بنشتغل منها، بننطلق منها يعني. طب ايه ال5 مبادئ الاساسيين او ال5 مجالات الاساسيين اللي بنشتغل عليهم؟ هم ال5 جوانب: الجانب الاخلاقي، الجانب الصحي، الجانب العائلي، الجانب الاجتماعي، والجانب الشخصي. دول ال5 جوانب. احنا بقى او يعني اللي حضرتك اللي اتكلمت عنه وبتسمعه ده الجانب الشخصي. الجانب الشخصي اللي فيه تحفيز طول الوقت، ولازم يكون عندك هدف، ولازم تخطط لهدفك، ولازم تخبط راسك في الحيط، وازاي تحقق 100 هدف في ربع ساعه. بالظبط كده. طب الباقي، طب الجانب الاخلاقي، طب الجانب الصحي. هو الجانب الصحي اللي بيروح جيم وبيتعلم، ده تنميه بشريه. يعني بيتعلم يتمرن ازاي ويقوي جسمه، ده كده بيعمل تنميه بشريه. اللي بيحضر درس علم في مثلا في الاخلاق وغيره، ده تنميه بشريه. اللي بيحضر او بيحسن علاقاته مع اسرته من خلال اللي بيسمعه ويتعلمه، دي تنميه بشريه. طب هل هو علم يا دكتور؟ طبعا، بقول لك في رساله دكتوراه فيه. لا يعني هل علم طبعا. التنميه البشريه هي علم مثلا معترف به من كل العالم؟ طبعا. طب ليه ما بتدرسش؟ لا، ليه ما بتدرسش؟ دي قصه ثانيه بقى. في المناهج هي تضمن داخل المناهج. يعني انا فاكر في ماده التنميه السياسيه في تمهيدي ماجستير عندي. حلو. احنا خدنا ما يسمى يعني بالتنميه البشريه، واعتبر ان مثلا
تعليم المرأة من التنمية البشرية، صح. الاهتمام بذوي الهمم من التربية البشرية، مظبوط. عمل المرأة والاميه بالظبط، والاسكان كل ده يعتبر كل ده تنمية بشرية. بس فأنا بشوفت إن دي جوانب أكبر، جوانب أشمل. مظبوط. لكن فيما يخص مثلا الجانب الأخلاقي والجوانب اللي حضرتك اتكلمت عنها زي الجانب الشخصي والتحفيزي، هل ده فعلا يعني والله مهم؟ انا معاك اهو، ننادي يعني بان ليه ما يكونش في منهج موجود للتنميه البشريه، او في مدربين موجودين داخل المؤسسات التعليميه بيعملوا ده فعلا. يبقى هو بيقدم خدمه تدريب، يعني بيشوف الاحتياجات التدريبيه اللي موجوده عند الطلبه، عند المعلمين، عن كل الافراد اللي داخل المؤسسه، ويبدا يلبي الاحتياجات التدريبيه. طب هيستفاد ايه الانسان لما يتعلم التنميه البشريه؟ لا، هيستفاد كتير جدا. احنا بنقول اصلا دعم قدرات الفرد. مظبوط. تمام. واتفقنا ان كل واحد فينا عنده قدرات مختلفه. انا محتاج ان انا ازود قدراتي، اعلي من قدراتي. هو حضرتك دلوقتي لما اتخرجت من الجامعه، تمام، معاك بكالوريوس، مثلا بكالوريوس تجاره، تمام، مظبوط، صحيح، جميل. طب لما تروح تقدم في شغلانه، لو احنا 10 مقدمين مع بعض كلنا بكالوريوس تجاره، بس حضرتك عملت ايه؟ رحت اخدت كورسات قويه جدا في المحاسبه، واخدت كورسات في الانجليش قويه جدا، ورحت عملت دراسات عليا، وبعدين رحت قدمت، واحنا كلنا قدمنا زي بعض. انا معايا بكالوريوس تجاره وحضرتك معاك بكالوريوس تجاره، بس بلس كل الحاجات اللي انا قلتها. يختاروا مين؟ الاولويه طبعا اللي معاه. بس كده عملت ايه؟ دعمت قدراتك، بالاضافه لمهارات التواصل ده. ايوه طبعا، ما هو كده عملت تنميه بشريه. انك تنمي يا جماعه، احنا عاوزين نخرج بره مفهوم التنميه البشريه الضيق، بره المفهوم الضيق اللي هو انا عاوز ابقى كويس وابقى حلو وابقى شاطر وانا جميل، احنا عايزين نخرج بره الحته الصغيره الضيقه دي. الموضوع اكبر بكتير واوسع بكتير واسهل والطف وشكله شيك وحلو، صحيح، بعيدا عن النظره الضيقه الصغيره. هي الفكره في انه ممكن يكون التنميه البشريه لما الناس بتتكلم عنها هي بتشوفها ان هو من منظور شخصي، ازاي انا انمي نفسي. بس انا دايما بشوف انه التنميه البشريه، المجتمع بشكل عام، لازم لما نبص على الموضوع ده او نحاول ان احنا نطبقه، لازم نطبقه على مجتمع، مش كل واحد او كل فرد يعني بعينه. مظبوط، انا معاك في ده 100%. وهنا من خلال المنبر بتاعك احنا بنعرف دلوقتي الناس معنى كلمه تنميه بشريه ايه. صحيح، مش المفهوم الضيق، مش المفهوم الصغير. طب في ناس مثلا هو في ذهنه ان هو عايز يبقى شخص مؤثر، بيروح ياخد مثلا كورس تنميه بشريه او يقرا كتاب او ايا كان، يعني لانه في ذهنه ان هو عايز يبقى انسان مؤثر. طيب هل انا، يعني ده سؤالين، السؤال الاول هل انا مطالب ان ابقى مؤثر؟ يعني مش شرط انا كمحمد سين من الناس اللي في الشارع مثلا، هل هو مطالب ان هو يبقى شخص مؤثر؟ ولو هو فعلا انسان مطالب انه يبقى مؤثر، يبقى مؤثر ازاي بقى؟ شوف، خليني اقول لك دراسه اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه، مجموعه شركات يعني عملوا دراسه عن المؤثرين. فوجدوا ان 25% من الشباب عندهم رغبه ان هم يكونوا انفلونسرز، يعني مؤثرين في الاخرين. 25% بلوجر بقى. بالظبط كده. بالظبط كده. فعاوز يكون مؤثر. بس الفكره بقى، علشان انا اكون مؤثر ايه المواصفات؟ يعني لازم، يعني هل هو ضروري يبقى مؤثر؟ لا، هو مش ضروري تبقى مؤثر، لكن السؤال وجودك في الحياه، وجودك في الحياه، انت بتعمل ايه في الكون ده؟ بس كده. هل ليك اثر في الحياه ولا مالكش؟ بس يعني لو احنا قعدنا فكرنا كده، انا بعد 10 سنين مت خلاص، تركت ايه؟ مش في عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به، صح؟ الانسان لما بيموت اللي بيفضل ليه علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او يعني خلاص يبقى منها علم ينتفع به. فانت ايه اثرك في الدنيا؟ عملت ايه في الدنيا؟ فلا، كل واحد فينا مهم جدا انه يبقى بيفكر هيترك ايه وراءه، هتسيب ايه وراك. حتى لو هو على فكره، يعني انا برضو بحته ان هو يسيب اثر او ان هو يسيب اسم، يعني انا بشوف ان هي مش لازم كل انسان يسيب اثر، بس الفكره انه حتى على الاقل، يعني على المقاييس القليله، ان هو يبقى انسان كويس، لا شخص هو ده الاثر بالظبط. لا، هو انا ما اقصدش يعني اثر مفيد لمجتمعه في الحاجه اللي هو فيها، بس هو ده. انت سبت ايه؟
اصل في ناس بيبقى في ذهنها اثر، يعني انا لازم ابقى البراند العالمي الناس كلها بتتكلم لا عليه مش بقى مش بالضروره يعني. بتاع شركه بيشغل الناس يكفي كلها. ان اخلاقك الطيبه الناس استفادت منها واتعلمت منها، وحد قال والله فلان كان كان كويس كده. بالظبط كده. فانت فت لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها، خيرا من الدنيا وما فيها. طب انا ازاي ابقى مؤثر؟ حلو، ده كلام جميل. قبل ما ازاي ابقى فود بلوجر يعني؟ حلو، قبل ما نبقى مؤثرين مهم جدا جدا مهم. نفكر هل يا ترى احنا عاوزين نبقى مؤثرين ايجابيين ولا سلبيين؟ ما هو الاثر ده ايجابي وسلبي، صح؟ صحيح. وبنشوف بلوجرز، يعني اتكلمت عنهم دلوقتي، في ناس بلوجرز بس بيأثر سلبي، مش ايجابي. ده بيهد قيم المجتمع. صحيح. فانا بفكر طب انا عاوز اكون ايجابي ولا سلبي؟ انا بسألك ايجابي ولا سلبي؟ انا عايز ابقى ايجابي. ايجابي. انا مبسوط منك. حلو جدا. صعب. عايز بس سلبي بياخد فلوس، الايجابي ده مش مضمون يعني. حلو جدا. لا الايجابي ياخد فلوس طبعا، امال ايه. طيب عاوز اكون مؤثر ايجابي. السؤال بقى، الشخصيه الايجابيه تتمتع بايه مثلا؟ علشان اكون شخص ايجابي ومؤثر في الحياه لازم ينطبق عليا 5 يعني عناصر او 5 معايير اساسيين. وخلينا نتكلم كده حتى عن 1 أو 2، وفي حلقات تانية نتكلم عن الباقي. رقم 1، الشخص الإيجابي يتميز بالتوكل، دي رقم 1. رقم 2، القيم العليا. أنا أقول لك واختار اللي أنت عايزه. ماشي. نتكلم فيه. القيم العليا. الرؤية الواضحة. اوكي. التركيز على الحل. لما بيقابل مثلا مشاكل في حياته ولا حاجة فهو بيركز على الحلول. طب اختار مبدئيا يعني خلينا في القيم العليا والتركيز على الحل. طيب خلينا في القيم العليا. في ال5 طبعا الاعتقاد والتوقع الايجابي، دي رقم 5 يعني. عشان بس لو المشاهدين طيب احنا نطينا على رقم 2 اللي هي القيم العليا. القيم العليا بمفهومها الواسع جدا بنتكلم عن القيم بقى العاديه مهمه، الصدق والامانه وعدم الغيبه والنميمه، صح؟ أوكي. دي المفروض القيم العليا يعني. انا هختار قيمتين مهمين جدا، والقيمتين دول مؤثرين بشكل غير طبيعي في العلاقات. علاقات الافراد ببعضهم. علاقتي باسرتي بالاب وبالام وبالاخ يعني والاعمام وهكذا. علاقتي بقى باصدقائي، علاقتي بزملائي في العمل، دول مؤثرين جدا جدا في العلاقات. وهي حسن الظن. حسن الظن، انك تحسن الظن بالغير. عايزين نهد اي علاقه عاوزين نهدها، تخش فيها الشك. سوء الظن. الشك بالظبط كده. طالما دخلنا سوء الظن خلاص. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، والنبي لما يحذر يعني معنى كده ان الامر ده يعني جلل، يعني امر خطير جدا. فقال لنا ايه صلى الله عليه وسلم؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني الكذب صعب جدا. طب أكذب حاجة ممكن تعملها في حياتك هو سوء الظن. إنك تسيء الظن في الناس. هنا الشيطان يدخل لك من المدخل ده. الشيطان يسيب كل حاجة، هو مش عارف يعمل معاك حاجة، مش عارف يعمل حاجة، فيعمل إيه؟ يخش لك لنفسك، فيقول ده فلان بيتكلم كده هو قصده. فاهم. في قاعدة بقى في التنمية البشرية الجميلة بتقول ايه؟ افصل بين الشخص وسلوكه. افصل بين الشخص وسلوكه. هو عمل سلوك معين، فانت لما تيجي اتكلم عن السلوك، ما تتكلمش عن الشخص. لو سمحت او لو سمحتوا بلاش نحكم على الناس، ما نصدرش احكام. خطر جدا جدا اني اصدر احكام على الناس، انما هو عمل فعل معين في وقت معين. السلوك اللي هو عمله ده هو سلوك غلط، ما عجبنيش، اخطأ هو فيه. ما احنا مش انبياء، لكن انا مش هصنف الناس ومش هحكم على الناس لمجرد انه عمل سلوك معين فانا خلاص. طب ده يفيدني فيه ان انا ابقى مؤثر لما انا احسن ظن في واحد قدامي مثلا؟ علاقاتك. مش انت عاوز تبقى مؤثر؟ يبقى بتعمل علاقات ولا لا؟ طبيعي. علاقات كبيره جدا. طب لما تسيء الظن في سين وصاد وعين ولم كل الناس اللي موجودين حواليك، فين التاثير بقى؟ مفيش تاثير.
يبقى رقم واحد انت لازم تحسن الظن وتستفيد بقى من كل اللي موجودين حواليك دول، تستفيد منهم. يعني مش استفاده يعني استفاده مصلحه يعني، لكن تستفيد من خبرات، تستفيد من العلاقات ممكن نصيحه يعني. بالظبط كده. يبقى رقم واحد ان انا احسن الظن بالناس اللي حواليا. تمام. طيب تعالى نروح للنقطه الثانيه في دي برضه في القيم العليا يعني. من المشاكل الكبيره اللي بنقابلها في العلاقات الحقيقه، وهي الناس اللي بتتدخل في شؤون لا تعنيها. يعني اللي بيسأل فيما لا يعنيه. حشر يعني. ايه الحشري؟ أيوة. عايز تبقى مؤثر ما حشر. تبقاش حشري عشان الناس تسمعك وتتبسط منك. ما هو بص كده، انا قاعد معاك دلوقتي وبعدين انا عاوز اثر فيك، فاعمل ايه؟ واحد هفيدك، ما انا عاوز اثر فيك اهو، صحيح. يبقى انا بقدم لك فايده فانت هتسمعني. زي انك ممكن تقرا كتاب مثلا يعجبك فيأثر فيك، هو كده بالظبط وصل اللي هو عايزه. يبقى الكاتب اللي كتب ده اثر فيك بالظبط. طيب وكمان انا هبقى دايما كل الكلام اللي انت بتقوله انا ظني فيه خير، فخلاص، فانت نيتك بالنسبه لي هي نيه سليمه، ما بشكش فيك. طب وكمان ما بقعدش اسالك اسئله بايخه عن حاجات شخصيه جدا وانت تهرب مني وانا برضو غلس. هتتجوز امتى بقى؟ اسالك الحاجات واهرب وغلس في الاول سالتك فضحكت وخدنا الموضوع ده خلاص بقى يبقى انت مش عايز تتكلم. يبقى من الافضل ان انا اعمل ايه؟ ما اتكلمش. النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا. بص الدين ما سابش حاجه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني فتش على اسلامك في دي. لما تروح تقعد تكلم حد في امور ما تخصكش اعرف ان في مشكله عندك. ما هو النبي قال اهو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. خلاص يعني مالكش دعوه، ما تتكلمش عن حاجه ما تخصكش. اقول لك حاجه والله، حتى جوه البيوت، يعني جوه البيوت اللي بشكل عام، يعني لو واحد وزوجته وهي في حاجه بينها وما بين باباها او مامتها او اخواتها او بتاع، وبعدين هي ما اتكلمتش، ما تسالش. الزوج ما يسالش والله العظيم. هو مش هيسال، هو كده كده في اللي مكفيه. والله ما تسال. مش هيسال، هي اللي هتسال. بجد والله. خلينا نكتب مثال. وهي ما تسالش. احنا بنتكلم بقى على الرجاله والستات بشكل عام يعني عشان عايزين نزعل المراه يعني. المراه على راسنا من فوق ثلاث ارباع المجتمع. ثلاث ارباع المجتمع مش كل المجتمع. المراه كل المجتمع. فده مهم جدا في العلاقات عشان تستوي العلاقات. صحيح. تبقى سليمه، ان احنا نحترم خصوصيه بعض. عاوز تبقى مؤثر جميل فيد الناس، عاوز تبقى مؤثر لا تتدخل في خصوصيات الناس. عايز تبقى مؤثر احسن الظن بالناس. عايز تبقى مؤثر اسمع كويس. في مبدأ جميل يقول ايه؟ المؤثرين بقى يعملوا ده. كلمني عنك اسمعك، كلمني عني احبك. تاني، كلمني عنك اسمعك، كلمني عني احبك. يعني انا دلوقتي لو انا قعدت اتكلم عن نفسي وقعدت اقول انا يعني لا عملت فانت ماشي يا سيدي، قول عملت ايه كمان؟ انت بقى من جواك يعني وبعد كده هفصل يعني. ما انا اول حاجتين عملتهم انا هسمعهم وابقى منبهر كده وحلو جميل، وبعدين موضوع زاد قوي خلاص بقى يا بالظبط. صح كده. طب كلمني عني احبك. يعني لما اقعد اتكلم عن مميزاتك، انا قعدت معاك اهو وبعدين وبعد الحلقه فرحت قعدت اقول والله ده بص طبيعي الانسان هيتبسط حتى لو هو لا مش هتتبسط، انت هتحبني. يعني بالظبط. فعاوز تاثر في الناس دور على النقط الايجابيه ولمس عليها. يعني نورها، خليها تنور، فكده يحبك، كده ينجذب ليك، فانت تاثر فيه. طب النقطه الخاصه بالتركيز على الحل، على حل المشكلات، يعني هو ازاي يركز لو عنده مشكله؟ حلوه قوي التركيز على الحل دي، صغيره وسهله وبسيطه كده. دلوقتي لما احنا بنقع في مشكله ما بنعمل ايه؟ الغالب الاعم يعني الغالب الاعم يعمل ايه؟
بيقعد يحكي في المشكله، صح؟ مم. وتلاقي واحد وقع في مشكله فتلاقي راح لصاحبه وبعدين راح لاخوه وراح لحد تاني في الشغل، شوف حد يجيب له وطول حل. ما هو ماشي في الشارع حتى وهو راكب المواصلات ولا حاجه عمال بيحكي في المشكله، بيحكي هو ما المشكلة. بيعملش حاجه غير ان هو بيحكي وظلموني وعملوا فيا صح؟ مم. هو ده اللي بيقعد يعمله يعني. حليت حاجه؟ ما حلتش حاجه. مم. الشخص الايجابي اصلا ما تقعدش تتكلم عن المشكله، هي المشكله حصلت، تفكر في حاجه واحده، الحل. احل المشكله ازاي؟ ما تهدرش طاقتك في الكلام اللي ما فيش منه فايده غير طاقه لان سلبيه. الناس اللي بتحكي لها عندها مشاكل اصلا بالظبط كده. فما تقولهمش مشاكل، محدش هيفيدك. هو عنده مشاكل، صح، عنده مشاكل كتير، فانت عمال بتحكي له في مشاكل. ملوش داعي. بالظبط، انت عملت ايه؟ انت نقلت له احاسيس سلبيه وهو اصلا مش ناقص. ادي واحده. طب والحاجه الثانيه، انت زودت احاسيسك السلبيه، طاقه سلبيه طاقه سلبيه طاقه سلبيه، واهدرت طاقتك، استنزفت طاقتك، فخليت انت خلاص عقلك نفسه مش شغال في حاجه. المخ دايما بيبني، او عقلك دايما بيبني على اخر تجربه. الكلام اللي انت بتقوله له هو بيعمله. اللي انت بتقوله له، انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم، فهو انت برمجت نفسك على انك مظلوم. فهو العقل بقى بيقول ايه؟ بيقول ايه من جوه؟ اتصرف المظلوم، انا المظلوم. وتقعد تتعامل وتصرف على انك المظلوم طول الوقت. فين الحل؟ مفيش حل. ومحدش من اللي انت بتحكي له هيديك حل. اللي انت عمال تحكي له في مشاكل فهيقول لك انت مستني منه يقول لك ايه؟ هو مش لاقي لها حل يعني اصلا. وليه وفين؟ هو مش لاقي لها حل. صح، هو نفسه مش لاقي حل مش لاقي لها للمشاكل. حل، انت بتقول له ليه؟ بالظبط كده. صحيح. فيبقى ببساطه شديده، عايز تكون مؤثر في الاخرين، ما تقعدش تحكي في المشاكل. بالعكس، لما تسمع مشكله فكر في حل المشكله، تضامن مع الشخص ده وفكر تحل له المشكله ازاي. ولما انت تقع في مشكله فكر في حل المشكله، ما تفكرش تقعد تحكي في المشكله وخلاص. صحيح. طب خلينا نقول مثلا فيما يخص حته الكاريزما، بعض الناس بتبحث عن الكاريزما، بيدور ازاي يبقى شخص كاريزما الناس تشوفه وتقول الراجل الكاريزما هناك اهو. وفي ناس تانية بتحاول تدور على الكاريزما لسبب ما، انه هو مثلا عاوز يقدم حاجة يفيد بيها الناس، بس هو ما عندوش القدرة انه يقنع الناس قوي. واحد مثلا عايز يقدم محتوى ولكن هو متميز في مادة تعليمية معينة او في حاجة او تخصص معين، بس هو ما بيعرفش يتكلم او يقنع الناس قوي. ممكن يبقى يوصل للكاريزما ازاي؟ انا احييك على السؤال ده. الكاريزما نوعين. في كاريزما بالفطره، ربنا خلقه يعني كاريزما. بس انا بتكلم بجد مش عشان اقعد قدام. ربنا يخليك. لا ده حقيقي يعني، انت موهوب يعني. فدي حقيقة. فانت عندك ده حقيقي، ده الحاجه عندي. ففي شخص ربنا اداله الموهبه. طب انت حبيتني كده صح؟ طبعا. عشان تعرف بس انا بتصير ازاي. ففي شخص عنده الموهبه وفي كاريزما مكتسبه. الكاريزما، الشخص الموهوب لو بيدعم قدراته في ده، في انه عنده قبول. يعني في شخص من اول ما يدخل عليك تقول شخص عنده قبول وشه، هو ربنا مديله القبول في وشه، فخلاص ده كاريزما، هو كاريزمته في قبوله ده. لو هو بيدعم ده بالقرايه وبالعلم المظبوط، مش بالكلام وخلاص يعني. ما هو ممكن حد يدخل عليك وتحس ان يعني حد اول ما يتكلم يا فصلتني، يا ريتك ما كنت اتكلمت، صح؟ يا ريته ما اتكلمش. اول ما كان خلاص بتعرف ان ما فيش عنده معلومات اساسا خالص، فهو ضيع الموهبه اللي ربنا اداها له في انه ما عندوش معلومات. لازم تقوي معلومات، ده جزء من الثقه بالنفس. الانسان الواثق في نفسه، عاوز تبقى عندك ثقه بالنفس وتبنيها، يبقى عندك معلومات في التخصص بتاعك اللي انت عايز تتكلم فيه. يعني مره تانية ان شاء الله يعني نتكلم عن الثقه بالنفس، دي مهمه جدا. في ناس كتير عندها ازمه نفسيه في انه اصلا مش واثق في نفسه، مهزوز. فمهزوز لما بيجي يتكلم بيتريقوا عليه، لما يجي يتكلم فيقعدوا يسمعوه يقولوا له ايه قول الكلمه دي تاني كده. عدم ثقته في نفسه اعتقد بتبقى دايما من حته ان هو حاسس انه ما عندوش معلومات كافيه، فخايف يتسال. لازم يقوي نفسه بالمعلومات، يغذي نفسه. فيبقى عندي الكاريزما نوعين، يا اما كاريزما موهبه حقيقيه، يا اما كاريزما مكتسبه. مكتسبه دي يكسبها منين؟ مكتسبه دي يتعلمها. هقول لك ازاي. الشخص الناجح في الحياه علشان تنجح
وتوصل لاهدافك الحقيقيه تعمل 4 حاجات. في حاجه بيسموها مربع النجاح. مربع النجاح او انا سميته بقى مربع النجاح. ايه مربع النجاح ده؟ رغبه، هدف، تخطيط، قرار، ومسؤوليه. 4 ده مربع النجاح. رغبه، قرار، سوري، رغبه، هدف، تخطيط، قرار، ومسؤوليه. انا بقولهم بالترتيب. رغبه يعني شخص عنده رغبه مشتعله انه يحقق هدف وينجح، مش رغبه عاديه. مش انت ايه، انا نفسي انجح، انا عايز انجح وبجد من جوايا وبقاتل على ده. فدي بيسموها الرغبه المشتعله. الرغبه المشتعله دي توصلك بجد. طب رقم 2 يبقى عندك هدف. ما انت عايز تبقى كاريزما وتنجح في مجالك ده، فيبقى عندك هدف، وهدف واضح وبتخطط له وبتتحرك ناحيته. خلاص حطيت الهدف، خطط للهدف. ما تحطش الهدف وتسيبه. كم واحد قال انا عايز اقوي نفسي في اللغه، انا عندي رغبه، او تلاقيه متحمس جدا وبتاع، جميل، ماشي، عندك الرغبه. تعال رقم 2 حطيت هدف، انا عاوز اقوي نفسي في اللغه، رائع. تعال بقى فين الخطه؟ مفيش. والله النهارده هو ممكن يبقى حط حاجه عشوائيه. يعني انا كل يوم هقعد اسمع لي ساعه كده ولا طب كل يوم بقى الساعه كام؟ طب هتقعد من امتى لامتى؟ طيب بعد ما تخلص وقت معين، يعني 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، بتراجع ولا ما بتراجعش؟ بتسال نفسك ولا ما بتسالش؟ طب انت بتشوف اتطورت ولا ما اتطورتش؟ فانت لازم تحط خطه، تبقى خطه سليمه، ولو ما بتعرفش تروح لحد متخصص يحط لك الخطه ده. طيب اللي بعدها بقى طب حطيت، شوف بقى عندك رغبه وحطيت الهدف وحطيت الخطه، وبعدين جيت ايه؟ كسلت، مشيت كده اسبوع اسبوعين وبعد كده رحت ريحت. الرابعه بقى تجيبها. عشان كده ال4 دول بيكملوا بعض. ايه الرابعه؟ القرار وتحمل المسؤوليه. تاخد قرار قاطع، قرار زي ما احنا نقول ايه، قرار رجاله. قرار قاطع. انا خلاص قررت اني ابقى رقم 1 في اللغه مثلا. يعني قررت ان هعمل رساله ماجستير، قررت اعمل مثلا رساله مش عارف ايه، قررت ان خلاص انت اخدت قرار في حاجه معينه، وتحمل مسؤوليه القرار. خليك قد كلامك، خليك قده. خليتك قد كلامك وتحملت مسؤوليه القرار، هتنجح وفي الوقت اللي انت عملته. في ناس قبل كده نجحت وعملت ده كتير. كل الناجحين في الحياه مخططين جيدين جدا واصحاب قرار ومسؤوليه. عمرك ما هتسال حد من الناجحين من رجال الاعمال الكبار ولا غيره الا لما يقول لك انت نجحت ازاي؟ يقول لك انا حطيت هدف قدامي ورحت خططت للهدف ده. ويعني شوف انا كنت بشتغل ما بنامش ليه بقى؟ تحمل المسؤوليه، خد القرار وتحمل مسؤوليه القرار. صحيح. فانت عاوز تنجح تعمل 4 دول. ده اسمه بقى مربع النجاح. علشان تبقى كاريزما وتبقى مؤثر وتبقى ناجح وتبقى كل حاجه، اعمل ال4 دول. ال4 حاجات دي. وقوي نفسك قوي بالقرايه، واتفرج على غيرك. اتفرج على غيرك، نماذج اللي انت عاوز. بالظبط كده. عايز تبقى مثلا مهندس شاطر، فشوف المهندسين الشاطرين. عاوز تبقى اعلامي شاطر، بص على الناس اللي حواليك. ويبقى عندك عين ناقده، عين محلله. شوف المشكله كانت فين ولا عين محلله بقى، بتشوف الحلو فين والوحش فين. عين محلله. عايز تبقى معلم شاطر، بص على الباقيين، على باقي المعلمين. ما تقوليش ان انت اشطر واحد لا. وانا موهوب، لا، اتفرج على الباقيين علشان تاخد احلى حاجه. انت مش عشان تنقدهم مش هتاخد احلى حاجه عند كل واحد، انت عشان تاخد احلى حاجه. بالظبط كده. وكده انا اقدر اهنيك، انت بقيت مؤثر خالص. ربنا يخليك دكتور. انا بشكر حضرتك جدا. حبيبي. حلقه يعني ممتعه، واتمنى ان شاء الله الجمهور يكون استفاد منها، واستفاد طبعا من كلام حضرتك. الله يحفظك. انا اللي سعيد جدا بيك ومن الكاست كله الحقيقه. ربنا يخليك. ناس متميزين وان شاء الله موفقين دايما باذن الله. ربنا يخليك. شكرا. الله يحفظك. عايزين مشاهد، اتمنى اكون قدرت ابسطها لك، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه. شكرا.